ربنا يخلي حضرتك يا رب يا باشمهندس. طيب انا برضه عشان حضراتكم تبقوا عارفين الصوره، باشمهندس عادلي اول ما دخل قلت له طيب في حاجه احنا هنتكلم في كل حاجه، قال لي هو حتى كمان اللي بادر للامانه يعني قال لي مفيش خطوط، اتكلم في كل حاجه. بما ان احنا هنتكلم في كل حاجه خلينا اتكلم في الهداوه كده من بدايه مع حضرتك. ما مدى قناعاتك بنجاح النادي الاهلي الموسم ده على المستوى الفني، ولماذا يهاجم حسام البدري هذا الهجوم الشرس رغم نجاح الرجل بنسبة تكاد تصل إلى 100% على صعيد الدوري وعلى صعيد المشوار الإفريقي؟ بداية الجزء الأولاني أنا راضي عن الأداء، راضي عن التطور الفني اللي حصل، راضي عن معظم الخطوات اللي ماشي بيها الجهاز الفني حتى في الدفع باللعيبة، وإن كان لأن الناس ما بتبقاش عارفة، يعني هم عايزين يشوفوا لعيبة معينة بتمتعهم لكن مش عارفين الكواليس وترتيب اللعيبة عند الجهاز الفني ماشية ازاي. يعني امبارح مثلا هو لعب كثير من الاسماء اللي الناس طواقة انها تشوفهم وأدوا بشكل مميز جدا. يوم يعتبروها دي ضد نقطة ضد الجهاز الفني. ده كون ان اللاعب ظهر بمستوى جيد دي تحسب للجهاز الفني مش ضده. ازاي؟ ايه اللي اخر الدفع بيه؟ يسأل اللاعب اكثر من المدير الفني. فانا شايف ان في ضغط على الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام، وهو ضغط غير عادل الى حد كبير، لكن الكابتن حسام مسؤول عنه ايضا الى حد كبير. ازاي؟ البودي لانجوج. كابتن حسام بيصدر طاقة، وانا قلت له هذا الكلام ما يزعلش مني، بيصدر طاقة سلبية الى المتلقي. يعني انت لو ما بتشوفوش انطباعاتك ورأيك هيختلف قوي. انت بتشوف اداؤه واقف على الخط وبيبص للعيبه وبيبص للبتاع، لدرجه ان لما جم يعملوا له اعلان الكونسبت اتبنى على الصرامه والعنف. صحيح. بتعمل ايه يا حبيبي وبعد ايه يعني اذا هي دي الملمح اللي عالق بذهن الناس البارز. وجه هو بعد واحد فيلسوف عبقري في التعامل مع البشر، عارف امتى يكشر وامتى يضحك وامتى يضرب وامتى يطبطب وامتى يبقى انسان وامتى يبقى شيطان. مستر مانو جوسيه كان يستطيع ان يوظف كل هذه القدرات، بس كل حاجة في لحظتها. فتلاقي اللعيب يخاف منه ويحبه ويثق فيه. 3 مهمين جدا. انا عايز الكابتن حسام وهو يملك كل الادوات اللي تخلي اللعيب يحبه ويخاف منه ويثق فيه. شيء من الابتسام، انت خلاص ما بقتش عايز تثبت قوتك. انت راجل عندك كل الادوات، انت في النادي الاهلي عندك لعيبه تقدر محدش هيقدر يضغط عليك. اللعيب اللي مش هيسمع كلامك اديك بتقعده وبتلعب واحد تاني. لكن آن الاوان ان تنظر الى الجمهور ان يبقى حليفك. كان مستر مانجوسيه يكسب الدوري يروح فايت على المدرجات فور يو فور يو فور يو فور يو، يقعد يشاور للجمهور. عملت نوع من العلاقة. فلما الجمهور بيحس ان المدرب بيشتغل عشان خاطره بيحبه. صحيح. الكابتن حسام يملك كل ادوات النجاح، ما عدا ان هو احيانا بيستسلم لغضبه، فتلاقي ردوده ساعات تظلمه. طيب هل حضرتك تتخيل انه الكابتن حسام يقبل النصح في امور زي كده من المقربين ومن اللي شايفين انه الكابتن حسام ناجح الى حد كبير لكن ينقصه شويه رتوش؟ يعني هل يتقبلها؟ تتخيل حضرتك المفروض انه يتقبلها؟ اذا كانش هيتقبلها هو مش قادر. تبقى دي شخصيته. يبقى انت بتكلم واحد ما عندوش القدره انه يبلور او يتطور او يتحور مع المواقف. الكابتن حسام دلوقتي خبره كبيره، والحقيقه ان هو مشواره الفني مع كل الانديه اللي مرنها هو بيناطح القمه وبيكسب بطوله. راح المريخ كسب بطوله، راح ليبيا كسب بطوله، سابهم هم متصدرين وكسبوا البطوله. بعد كده راح انبي كان بينافس للحظات الاخيره. في النادي الاهلي كسب اكتر من بطوله اقليميه ومحليه. اذا هو محتواه الفني مفيش نقاش عليه. صحيح. حصلت يمكن شوشره، كان الكابتن حسام البدري كان اضلع بتصريحات قال ان هو مش عارف امتى هيجدد عقده او حاجات شبه من هذا القبيل، وبالتالي حصل نوع من انواع كده مثلا الاهتزاز. انا الحقيقه عشان ابقى امين وانا على الهوا في البرنامج قلت انه لو رجعتوا لاصل الموضوع كله هتلاقوا تصريحات الكابتن حسام هي اللي خلقت هذه الحاله الجدليه. لو لم يتحدث الكابتن حسام في هذا التوقيت، ده اللي انا بقوله بالظبط كده. طيب توظيفه فيما يفيد نفسه
هو ركز على نقطة واحدة الآن، ما عندوش تصور على السنة الجاية من ناحية النادي الأهلي، وعنده عروض وعايز ياخد. هو كمان خلي بالك البشر بيبقى فيه جانب مخفي عننا، ظروفه الشخصية. عنده عروض والنادي الأهلي لسه ما فتحوش، هتكمل مش هتكمل وبكام، وهي أمور من حق كل إنسان يتكلم فيها يعني. فهو راح مصدر المشكلة اللي بينه وبين المسؤولين في النادي الأهلي. هي مش مشكلة، هي لحظة ما جاتش ميعادها. قال لك يعني يا يحسموا الموقف يا أنا كمان من حق إن أنا أختار. طبعا الجمهور ما بيحبش يتصور إن في حد يستطيع أن يضع الأهلي في كفة وأي حاجة تانية في كفة أخرى. فمعلش أعتقد إن الكابتن حسام أحد الخبرات اللي ممكن يكون خرج بيها من هذا الموقف إنه إمتى يتكلم وإمتى يسكت. صحيح. سهلة. مهندس عدلي القيعي، ابتدي مع حضرتك بأسئلة نعم ولا. مجلس محمود طاهر أدى مهمته بنجاح، نعم أم لا؟ في الفترة الأخيرة بنسبة 80-85%. الأهلي يستطيع حصد لقب الكاس هذا الموسم؟ نعم. نعم. الأهلي قادر بالجيل الحالي على الفوز بدوري أبطال أفريقيا؟ بإذن الله. مجلس اتحاد الكرة انقسم على حل أزمة انسحاب الزمالك في مباراة المقصة. لا مش مفروض ينقسم، عنده لوائح يطبقها. وينقسم ليه؟ ينقسم لو مفيش لائحة تبقى وجهات نظر. الدوري هذا الموسم مر بسلام رغم الأخطاء الكثيرة، نعم أم لا؟ نعم. الدوري غير مستعد لاستقبال الجماهير الموسم المقبل؟ أتمنى لا. لكن شعورك؟ تشك. الدوري هذا الموسم ما فيهوش غير الأهلي والمقصة؟ لا. الدوري قوي جدا. يكون الأهلي يعني انفرد لوحده، لكن لما تشوف صراع المراكز التانية كلها، النهاردة انت بتشوف المصري بيتطلع ان يكون في مربع الذهبي هو وسموحة والاتحاد والأندية. ما كنتش متصور حد كان يتخيل المقصة وبقى الثاني. الزمالك عنده فرص برضه يخش المربع او خش المربع الذهبي. طبعا لا، دوري قوي. رئيس الزمالك من أسباب احتقان الجماهير في الفترة الأخيرة، نعم أم لا؟ الفترة الأخيرة لا. يمكن في فترة سابقة كان طبعا ما هو يمكن قلة المنافسة خلت الجو أهدى شوية. هو ابتدى بقى انتهازها إنه يرتب بشكل أقرب إلى الصواب، إنه يجيب مدرب ويسيبه يشتغل، ويعني ابتدى بداية مختلفة عن إن إيه. وطول ما هو كان موجود في المشهد ما كان مع الأجهزة الفنية في توتر، تغيير دائم، تصريحات مستمرة. ما بنشوفش ده في الفترة الأخيرة. حسام البدري أفضل من يقود الأهلي حاليا؟ حزين لغياب متعب عن المشاركة مع الأهلي؟ طبعا متعب لعيب كبير يعني. أتمنى أن يعامل معاملة اللعيبة وهو عليه دور يعني ما هو أبو تريكة ما كانش بيلعب كل الوقت ولا بركات وكانوا بينزلوا بيغيروا الدنيا وكانوا سعداء، والأهلي كان سعيد. ولازم يعامل بالاحترام والتوقير اللازم. يعني احنا بنشوف الناس بتعامل لعيبتها ازاي. تنصح عماد متعب بايه؟ التركيز، وانه ما يبطلش غير لما يسيب بصمه. مش بصمه، هو ما سابش، هو سايب بصمه، لكن في المرحله دي يستعيد بصمته. كوبر يتحمل المسؤوليه الكامله عن هزيمه مصر امام تونس؟ طبعا. شريف إكرامي يتحمل مسؤوليه الهدف؟ ما اقدرش اقول كده قوي، لان دي كره انفراد لك، بتفكر كذا تفكير. ان ما خبطتش في جسمك، لو خبطت في جسمه هيقول لك قرار سليم وطلع في وقت سليم. ما خبطتش. في المنتخب ليس لدينا سوى عبد الله السعيد ومحمد صلاح. لا، مين قال الكلام ده يا اخويا؟ لا، اللعيبه هايله. بس انا اتضايقت لما تريزيجيه يتعور. انا بشوف صلاح وتريزيجيه طرفين يطيروا اي فرقه. صلاح وتريزيجيه ينجحوا اي سنتر فيرود. نفسك تريزيجيه يرجع الاهلي تاني؟ يا سلام، يا ريت. يفرق. واحد من اهم اللعيبه. صحيح. انت متخيل تريزيجيه ورمضان صبحي في الاهلي؟ كان الاهلي ده عمل ايه؟ كان هيعمل ايه اكتر من اللي بيعمله مع واخد بطوله؟ لا كان عمل بقى الامتاع والكره الثقيله قوي والهجوم لا. مع مؤمن وحمودي مين اللعيب اللي في الاهلي مظلوم في المنتخب؟ مؤكد مؤمن زكريا. وطبعا حسام عاشور. ايه الكلام ده؟ انت بتاخد حسام عاشور. انت لما تاخد حسام عاشور المره دي يبقى واخده تلعبه. انت ما كنتش مقتنع بيه، طيب ضميته ليه؟ لان اداؤه مميز عن اي حد في الفتره دي في مركزه.
كان لازم يكون موجود في ال 18، كان لازم. تحب تسمع ايه قبل الفصل اللي جاي ده؟ نسمع اسمهان ولا عبد الحليم؟ عبد الحليم. عبد الحليم. لاقي عليك الخال، يلا. لاقي عليك الخال ولا صفيني؟ لا نسمع لاقي عليك الخال. طب يبقى صفيني بقى. صفيني. صفيني جاهزين صفيني. طيب خلاص صفيني. الاثنين احلى من بعض. بس انا لما قلت له لاقي عليك لا يا سلام يا سلام. لكن هو جاهز صفيني، مش هو بس انت اللي بتلعبنا يا ساري والله. طيب يلا.